لكم سالفة صارت لي بهذه السيارة وأقسم بالله إنها حقيقية. اسمعوها عدل، وصدق صدق من بعد هذه القصة عرفت إن العين حق. شوف الموية، والله العظيم عرفت إن العين حق. الحين تأكدت صح. السالفة ما بي، أنا ركب واحد من أخوياي الله يسر عينه عليه، ما أنا من أذكر اسمه، من الرياض للحسا، قال أباك ترجعني الحسا، قلت أبشر مستعد، بس ما صورته معي. يعني ركب السيارة ووصلت بيتهم في الحسا، لكن طول المشوار كان كله يصور السيارة هذه من وين، هذه كيف، هذه شلون، مرسيدس ايش، ما ادري من ذا الكلام، تعرفون ذا السوالف. لا ما نزلت بيتهم ووصلت بيتنا، والله اني وقفت هذا الوقفة حتى غلط الوقفة. شوفوا كيف طلع الشارع، شوف السيارة وين واقفة وانا وين واقفة غلط اصلا. وقفت قلت برقد وبقوم الصبح بدري وباخذها. اشغل ما تشتغل، يا ولد بطارية في بطارية، بنزين فل، كل شيء فل. شو السالفة ما ادري. ادق على فلان يقول لي ما فيها شيء، ادق على علان ما فيها شيء. وصبرت الحين تقريبا لها 3 إلى 4 أيام واقفة. رحت انا ايش سويت، عرفت وتاكدت انه من الشخص هذاك على طول. فرحت ايش سويت، ابى اقول لكم ايش سويت. قلت له يا حبيبي خذ هذه علبة مويه اشربها، وانا تراني باخذها معي لان سيارتي انطقت عين. قال انا ما سويت شيء. انا قلت يا ابوي الواحد يعطي عن نفسه، هذه حق يعني مذكور في القرآن. رحت قلت له عطني المويه حقتك وانا بصبها على سيارتي. قال تمام، تفهم الموضوع، قال تمام. اخذت المويه وشوفوني رشيتها لسه ما انشفت، اشتغلت والله العظيم اشتغلت. انا صدمت، شوفوها طبيعيه ما فيها شيء، والله طبيعيه ما فيها شيء، ابد ما فيها شيء، شغاله 100%. والمويه رشيتها على كل السياره وقريت عليها كل حاجه. سبحان الله ما ادري شو السالفه.